في الفيديو ده هعلمك ازاي تنطق اي اغنيه انجليزي انت بتحبها بنفس اسلوب المغني بالظبط. طبعا لما تيجي تتدرب على الاغاني لاول مره لازم تختار اغنيه بطيئه نسبيا لحد ما تتقنها، وبعد كده بتزود بقى سرعه الاغنيه اللي انت بتختارها. بس خلي بالك في بعض المغنيين بينطقوا بطيء بس الليركس اللي بيستخدموها بتبقى صعبه جدا، وبيطبقوا قواعد وصل كلام انت مش هتبقى عارفها دلوقتي. طبعا زي 50 سنت بيقول لك ايه: Now homie, I see I running cause I'm in control. Hypnotic Hennessy's a couple shots of patrol. I have you feeling nice, I get you high as a kite. Party pop shit, she coming with me tonight. I ain't shoulder linen. وهكذا. ما انصحكش تبدأ بالنوع ده من الأغاني. لو خدت بالك في كلمات عامية كتير، كلمات نطقها صعبة كتير، وقواعد وصل الكلام اللي هو بيستخدمها صعبة جدا. النوع التاني من المغنيين اللي ما انصحكش تبدأ بيه برضه هو اللي بينطق مقاطع كبيرة جدا على نفس واحد زي جاي زي. بيقول لك ايه مثلا: The renegade you've been afraid to penetrate pop culture bring them a lot closer to the block where they. خدت بالك؟ مقطع صوتي كبير جدا. ده في ناس بتغني اكتر من كده زي Imagine Dragons. اكيد سمعت اغنية Believer. بيقول لك ايه: I was broken for my anger, sticking my soul into the masses, writing my poems to the few that look at me, took to me, shook me, feeling me single from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. وهكذا. ما تبدأش بدول، بس انا هعلمك قواعد وصل كلام بقى لو طبقتها هتقدر توصل لنطق المغنيين دول، بل انك هتقدر توصل لنطق امينيم كمان. طبعا في نوعين من امينيم. واحد نطقه بطيء زي I spit the illest shit ever been dropped into, and so tick it talk, listen as the sound ticks in a clock, listen to the sound of Kim, she looks in a cock, listen to the sound of my spilling my heart through his pain, motherfuckers know that I'll never be Marshall again, full of controversy until I retire my jersey, to the fire inside that's expository. وهكذا. وفي بقى مستوى الوحش زي كده: سما لما دام لما يوسم لما يمور get to dig through DM so be in innovative and but anything says restriction including deficit with innovative instead of getting motherfucking and stuff like it never fit in. وهكذا. Practice makes perfect, don't ever forget that. دلوقتي قبل ما اعلمك الاغاني خليني افهمك ان الاغاني مش هتخليك تتكلم انجليزي بطلاقه. الاغاني دي بس عشان تفك لسانك. بعد ما تدرس كورس صوتيات اللهجه الامريكيه هتقدر تنطق كل كلمه لوحدها بطريقه صحيحه بس بصوره منفصله، وده مش اللي انت عايز توصل له. طبعا عايز تنطق الجمله على بعضها بصوره متصله، عشان كده بتدرس تاني كورس اللي هو كورس قواعد وصل الكلام. هتبدا بقى تتعلم ازاي تربط ما بين كل كلمتين متتاليتين في الجمله، ايه الاصوات اللي بتتحذف، ايه الاصوات اللي انت بتضيفها من عندك، ايه الاصوات اللي بتتحول من صوت لصوت، وهكذا. بعد ما بتدرس بقى كورس الصوتيات وكورس قواعد وصل الكلام بتقدر تنطق الجمله على بعضها بصوره متصله، بس لسانك بتحس ان في عقده بقى. لما تيجي تتدرب على الاغاني بتطبق قواعد النطق اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي قواعد وصل الكلام، لسانك بيبدا يفك واحده واحده، بس مش هتخليك تتكلم بطلاقه. لازم تاخد الكورس الثالث اللي هو بتاع المحادثه. اضغط على تفاصيل اكتر او على اللينك في اول كومنت هيحولك على موقعنا. اتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم انجليزي بطلاقة وبلهجة امريكية سليمة في 3 شهور بس.